بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدينا ومتابعينا الأعزاء الأجلاء. الفاشل رضا عبد العال الهجاص طالع امبارح بيقول ان هدف امام عاشور تسلل، لا وكمان رايح يثبت الهدف بانه بيجيب ورقة على الشاشة. طيب هو ده يعني طبعا الفاشل والجاهل، الجهل بيكون مرض بيصيب البني ادم او مرض مزمن ملهوش علاج دايما، لان انت عشان تثبت اذا كان هدف اوفسايد او مش اوفسايد، غرفه الفار طبعا لا تعرف لا اهلي ولا زمالك ولا لها مصلحه. غرفه الفار بتحدد او بتعيد الفيديو وبتراجعه من اكتر من زاويه وبتقنيات اخرى غير اللي انت بتعملها دي خالص خالص. وطبعا لو كان اللاعب بأي جزء من جسمه متساوي مع لاعب الاهلي، يعني احمد فتوح لو كانت رجله متساويه مع اي جزء من اجزاء جسم امام عاشور فالهدف صحيح جدا جدا، ما فيهوش اي مشكله ولا غبار عليه. لكن زي ما بقول لحضرتك هو حقد موجود في القلب، بالاضافه الى جهل بقوانين الكره، وكمان في تهكم وسخريه من النادي الاهلي. بيقول طبعا ان تاريخ النادي الاهلي معمول بالحاجات دي. طبعا ده ان دل على شيء فيدل على مدى الحقد والجهل الموجود عند رضا عبد العال بصوره واضحه جدا جدا. هو كمان بيتكلم عن الناس اللي راحت مع تركي الشيخ في طائرته. انا بقول لحضرتك لو كان كلم رضا عبد العال وقال له تعالى كان هيروح جري معاه. هو ده الوسط الموجود ده يا جماعه بدون اي كلام وبدون اي تحفظ. رضا عبد العال بقى الغريب ان هو كمان حاطط امام عاشور في دماغه. يبدو ان امام عاشور عامل له حاجه في دماغه. بيقول ان هو ما عملش اي حاجه في المباراه اطلاقا، يعني اللاعب اخذ تقريبا هو احسن لاعب في المباراه بكل اجماع الناس اللي شاهدت المباراه سواء كان اهلاوي او زملكاوي. ده طلع بيقول ان هو ما عملش حاجه في المباراه. اللاعب اللي هو جاب هدف وتقريبا صنع ما هو لعب ده اقول لك على حاجه. لا اللي بيفهموا كوره وربنا اداهم الفكر يا عم فاروق. لا نزل الراجل اللي نزل غير مجريات المباراه كلها. اللي قلب لك المباراه مين؟ ما المعلم بيلعب بقاله اكتر من 83 دقيقه ملوش اي تواجد على فرقته، والمدرب قاعد نايم. مين السبب اللي خلاه بس هو المدرب مقتنع ان كان امام يكمل بدليل ان هو خرج. لا هو عنده تعليمات ان ده ما يخرجش، والندفد والسليش عنده تعليمات ان ده ما يخرجش. اسمع